فاستنج كتير صحيه للجسم، اوكي. وبنفس الوقت هو الصيام سواء كان برمضان او برا رمضان، يعني صيام متقطع، هو اصلا بيساعد على الحرق السريع، اوكي. فانتوا استغلوا رمضان واعرفوا كيف وشلون تنظموا اكلكم بهالشهر. اوكي، رح اعطيكم شويه تيبس لكيف تنحفوا وتظبطوا جسمكم برمضان. اول شيء الجيم وانتم صايمين تنزلوا وزن يعني على السريع. انا كنت اتمرن على معده فاضيه لانه بحس انه بيحرق الاشياء اللي مخزنه من امبارح او اللي قبله واللي قبله. طبعا الجسم بيخزن اكل مشان ما تروح الطاقه، يعني كل ما مثلا راحت طاقتكم الجسم بياخذ من المكان المخزن. فتخيلوا انكم انتم عم تعملوا رياضه وما عندكم هالطاقه لانه مو اكلين، فبياخذوا من الاشياء المخزنه بالجسم. فبحس انه هي كثير مهمه الجيم. ثاني شيء اقطعوا شيء اسمه حلو، اوكي. فيكم تاكلوا حلو مره بالاسبوع، ما تحرموا حالكم، بس انه اقطعوا الحلو تماما، اوكي. ثالث شيء بيأذن المغرب بتفطروا مي وتمر بتروحوا بتصلوا، تكونوا عطيتوا معدتكم بريك. مشكله الصيام والناس ما بتعرف تفطر مزبوط. الفطور له انه لازم يكون بطريقه صحيحه، اوكي. ما تصدموا المعده، لانه نحن شو بنعمل دغري مي تمر رز سلطه سمبوسه جسمكم صار له ابصر كم ساعه صايم. ما فيكم تصدموا المعده هيك فجاه لو مرحبا انا رح اكل فجاه، لا ما بيصير، اوكي. لازم شوي فبتشربوا مي تمر، بتروحوا بتصلوا، بترجعوا وبتاكلوا شيء خفيف، سلطه شوربه مثلا والوجبه الرئيسيه. بس حاولوا قد ما فيكم تبعدوا عن المقالي، اوكي. فانا ما رح لكم وقفوا الكربوهيدرات. حكينا عن 3 نقاط، سوري ما بدي نط واعجقكم. 3 نقاط. اول وحده كانت الجيم، اوكي. جيم على الصيام. ثاني وحده كانت نسيت اقطعوا الحلو. ثالث وحده لا تصدموا معدتكم، افطروا بالطريقه الصح. اول شيء مي وتمر، بعدين صلوا وعطوا حالكم بريك، وبعدها بتاكلوا الوجبه الرئيسيه اللي هي الوجبه الرئيسيه شو ما كانت. حاولوا تكون عاليه بالبروتين، الشوربه والسلطه. حاولوا تبعدوا عن المقالي، اوكي، قد ما فيكم. رابع وحده، اوكي، اللي هي اهم وحده. نحن سبب السمنه برمضان هو الحلو، هذا نمبر 1. نمبر 2 الكربوهيدرات. ما هي الكربوهيدرات؟ هو الخبز، النشويات، الرز. ما رح لكم اقطعوا الرز او الخبز وبلا بلا بلا، بس حاولوا انه تكون ليميتد. يعني مثلا تاكلوا رز او خبز او اللي بدكم اياه بس وقت الفطور. بعد الفطور لو حبيتوا مثلا بعد 3 ساعات من الفطور، طبعا مو دغري بعد الفطور بعد 15 دقيقة، بعد 3 ساعات من الفطور حاولوا كمان تشربوا مي كثير بيناتهم، او قهوة اذا بتشربوا قهوة، او شاي بدون سكر. نفس الصيام المتقطع، نفس الترتيب، اوكي. انكم ما تاكلوا خبز، يعني 3 ساعات بعد الفطور حاولوا انكم تبعدوا عن الخبز او الرز، اوكي. حاولوا تكتروا من البروتين، اوكي. والسحور يا جماعه، السحور كمان ما يكون فيه رز، ما يكون فيه خبز، ويكون عالي بالبروتين. يعني بيض مثلا كثير خيار جميل للسحور. ليش؟ لانه البروتين بيشبع. يعني انتو احتمال تخفف من الجوع تاني يوم وقت الصيام اذا بتاكلوا كميه بروتين عاليه على السحور، اوكي. المي كثير مهمه. اتس فيري ايزي. هن 4 نقاط او 5 نقاط، هلا حقعد لكم اياها. هن 5 نقاط اذا اتبعتوهم برمضان رح تقدروا تنزلوا وزنكم وتحافظوا على جسمكم او تحلوا جسمكم قبل العيد. اول نقطه واللي هي تلعبوا جيم بفتره الصيام وانتم صايمين، يعني ساعه قبل الفطور. ثاني وحده انكم تبعدوا عن الحلو as much as you can، او مثلا مره بالاسبوع بكميه محدوده منطقيه، اوكي. ثالث وحده تعرفوا تفطروا مزبوط. الفطور الصحيح انكم تشربوا اول ما يأذن مي وكم تمره، بعدها بتروحوا بتصلوا وبتعطوا جسمكم بريك. بعدها بتجوا بتاكلوا مثلا سلطه شوربه، والوجبه الرئيسيه كمان بكميه منطقيه، اوكي، مو كميه كثير كبيره. رابع وحده انكم تحاولوا تبعدوا عن النشويات. كيف يعني؟ تاكلوا النشويات اللي هي الكربوهيدرات
يلي هو الرز والخبز، تحاولوا انه بس تاكلوها بفتره الفطور. يعني وقت الفطور فيكم تاكلوا رز او خبز، بس بعد الفطور حاولوا تتجنبوا اي كربوهيدرات تطلع بوجهكم. رابع وحده فتره السحور اكيد بدون نشويات، تسحروا اشياء ما فيها كربوهيدرات ابدا، تكون عاليه بالبروتين اكثر مشان نحافظ على الكتله العضليه، وبنفس الوقت بتشبعكم كثير. البروتين بيشبع وما بتجوعوا بفتره قصيره. اما الكربوهيدرات اذا اكلتوها حتحسوا انه كل نص ساعه رح تكونوا جوعانين وحابين تاكلوا. بس والله هنن 5 نقاط، ما بعرف اذا خبصتوا عديتهم غلط، بس هنن 5. اليوم رح تكون بدايه